حديقة الحيوان. أمم أمثالكم لا لقتل الحيوان. أمم أمثالكم لا لقتل الحيوان. أمم أمثالكم لا لقتل الحيوان. أمم أمثالكم هذا عار. لا لقتل الحيوان. لا لقتل الحيوان. لا لتدمير البيئة. لا لتدمير البيئة. لا لتدمير البيئة. لا لتدمير البيئة. لا لتسميم الحيوان. لا لتسميم الحيوان. هذا عيب، هذا عار. هذا عيب، هذا عار. أوقفوا قتل الكلاب. أوقفوا قتل الكلاب. هذا عيب، هذا عار. هذا عيب، هذا عار. أوقفوا قتل الكلاب. أوقفوا قتل الكلاب. صامدون 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 صامدون. تنشكركم كوسائل الاعلام اللي كتوصل الصوت ديالنا. حنايا اليوم عندنا هذه الوقفه منظمينها كما العاده دفاعا على هذه الحيوانات اللي كتقتل عشوائيا وكترتكب في حقها مجازر كثيره في هذا الاقليم د بني ملال. وكنطالبوا من المسؤولين يتدخلوا باش توقف هذه المجازر لانه غير انسانيه. بغينا حتى حنا نكونوا بحال الدول المتقدمه. كاينين وسائل اخرى ماشي ضروري القتل، كاين التعقيم، التلقيح، والاتفاقيه اللي دار سيدنا الله ينصرو ويطول عمره راه تتندد على حسب القتل. راه ممنوع التسميم، ممنوع القتل، كاين التلقيح والتعقيم. والميزانيه اللي كتخرج في هذا الاطار هذا خاصها تطبق. حنا تنطالبوا الجماعه تطبق هذا الشيء. حنا ما تنطالبوش شي حاجه خياليه ولا شي حاجه اللي ما كاينش. حنا دابا تنخسروا من مالنا الخاص، تنعقبوا على قدر المستطاع ديالنا. الكلاب والله الا تلقاوهم تنديهم الفيترينر. هما عندي الوثائق، عندي كل شيء، تنديرهم بمالنا الخاص. علاش؟ واش الجماعه ما مسؤولاش؟ علاش مسؤوله. انا تنطالب الجماعه تدخل في هذه المساله هذه، وتنطالب اكثر الاتفاقيه اللي وثقها سيدنا. هذه هي اللي خصها تطبق، اتفاقيه 2019 اللي دارت بين وزاره الصحه ووزاره الداخليه ولونسا والمكتب الوطني ديال البياطيره. هذا الشيء اللي تنطالبوا. وشكرا لكم بزاف. شكرا عليكم ورحمه الله. جينا دايرين هذه الوقفه ان شاء الله ديما غنبقاو نديروها، تيزقاو على القتل ديال هاد البكمات بهذا القتل العشوائي. حشومه وعيب، حنا في دوله اسلاميه وباقيين تنقتلوا بهذه الهمجيه وبهذه الوحشيه اللي تقتلوا هذه الجرائم ديال هاد الحيوانات. حشومه باش غنبقاو نشوفهم بحال هكا. حنا مرضنا نفسانيا قسما بالله، اللي ولينا تنعسوا في الليل وتنبكي، وقسما بالله الا مرضت انا بعدا نفسانيا على هادشي اللي تنشوف هاد الجرائم اللي تيوقعوا. نطالبوا بتطبيق الاتفاقيه ديال 2019 اللي دار سيدنا الله يخليه لينا، وتنطالبوا بالتلقيح والتعقيم. وما يبقاش يتقتلوا دوك الكلاب. حتى هما راه امثالنا، كيما الله سبحانه وتعالى خلقنا حنا راه خالقهم حتى هما. ما تكونش ديك الهمجيه وديك الجريمه اللي تيديروا لهم داك القتل العشوائي هكاك. حشومه وعيب وعار. راه حنا شوهنا بهذا الشيء اللي تنديروا. وصلت هاد الهضره ديالنا حتى لاوروبا، ولا كلشي تيهضر عندنا بهذا الشيء اللي ولينا تنديروا في هاد البكمات. وحنا الصوت ديالهم وحنا ان شاء الله ما غاديش نوقفوا على هذا الشيء. تيديروا معنا حل. شكرا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. احنا كنجيو دائما لهاد الوقفات، كنطالبوا باش يتفعل الاتفاقية ديال 2019 اللي هي ضد القتل بالرصاص او التسميم. تفعل الاتفاقية ديال التعقيم، لان الحل ماشي هو القتل. لان اولا حنا مسلمين، حنا دولة اسلامية، عندنا تعاليم دينية. حنا المفروض اننا نخافوا الله قبل من اي واحد، من اي حاجه. يعني باش نقتلوا هذه الحيوانات البريئه بهذه الطرق البشعه. يعني المغرب تقدم في بزاف المجالات، الا هذا المجال ديال الحيوانات ما عرفتش علاش ما بغوش يتقدموا فيه. يعني علاش ما نكونوش بحال الدوله ديال تركيا اللي كتعقم كتلقح. يعني ما بغيتوش الكلاب تكاثر، الحل هو التعقيم، نعقموها ونردوها للتيريتوار ديالها باش تحميه. يعني باش نقتلوا الكلاب بهذه الطرق حنا ما متفقينش عليه، وما غاديش نسكتوا على هذا المنكر. وحنا راه مرضنا نفسيا، لان باش تشوفوا ابرياء كيتقتلوا بحجه ان الكلاب كتشكل خطر على المواطن. يعني كلب عض شي واحد في شي مدينه كينوضوا كيقتلوا جميع الكلاب الشوارع في المغرب، في المملكه كامله. هذا راه ماشي منطق.
كأن مثلا راجل قتل شي واحد في شي مدينه، نوضوا نقتلوا الرجال كاملين ديال المدينه، لان يقدر اي واحد دابا كيتمشى معنا يقدر يكون مجرم، يقدر يكون شفار. واش هذا منطق اننا نجمعوا جميع الرجال ديال المدينه نقتلوهم بحجه انه يقدر يقتل شي واحد؟ هذا راه ماشي منطق. يعني نفس المنطق اللي غادي به حتى لي زاكسيدون ديال لي فواتور بزاف تيقتلوا ديال الناس. دابا شنو نحبسوا مثلا استعمال السيارات باش ما يقتلوش الناس؟ يعني الا قتل شي كلب، قتل شي انسان، نقدروا ناخذوا داك الكلب نشوفوا بعدا مالو، واش غير كيدافع على راسو، نعرفوا بعدا السبب. حيت المشكل ان ما كتعرفوش بان الكلاب كيتعرضوا للاجرام من طرف الدراري الصغار. دابا كنشوفوا ولد عضو كلب ولكن ما عرفناش السبب علاش عضو. حنا كنعرفوا. انا شحال من مره كنلقى اطفال اللي كيتعداو على الكلاب، فاوتوماتيكمون هذاك الكلب اللي تعرض للهجوم وتعرض للشر من البشر اوتوماتيكمون كيعاود يدير ردة فعل. فاحنا كمسلمين نطبقوا التعاليم الدينيه. اولا نوكلوا الكلاب كيف وصانا الرسول عليه الصلاه والسلام ان رجل دخل الجنه بسبب انه سقى كلب. يعني حتى حنا نخرجوا الاكل للكلاب، نسقيوهم الماء، نحنوا فيهم، وهذاك الوقت غادي نشوفوا واش غادي الكلاب يأذيونا ولا لا. الله سبحانه وتعالى خلق الكلب، هو اوفى حيوان، يعني مستحيل الكلب يتعدى على الانسان الا كان سبب. فكنطالبوا من المسؤولين انهم يرحمونا حنا اولا محبين الحيوانات اللي زرع في قلوبنا الله الرحمه. حنا راه كنتعذبوا من هذا الشيء، ويرحموا هذه المخلوقات اللي خلقها الله سبحانه وتعالى. والحل راه ماشي هو هذه الهمجيه، راه الحل هو التعقيم والتلقيح ويرجع الكلب للتيريتوار ديالو. احنا ضد حتى الملاجئ، لان الكلب ما تخلقش باش يمشي يتسد عليه في ملجأ، تخلق انه يعيش معنا. خصنا نتعايشوا مع الكائنات كامله ديال الله سبحانه وتعالى، نتعايشوا مع القطط، مع العصافير، مع الكلاب، مع الحمير، مع كل شيء. يعني عافاكم المسؤولين، كنتمنى يوصل صوتنا للمسؤولين، وكنتمنى يكون شي مسؤول في قلبه ذره رحمه ويوقفوا هذه الهمجيه. شكرا.